السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلب ام بسان، قبل ما يبدا الفيديو اللي لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله، وكمان تحطوا لي اللايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وتكتبوا لي كومنت حلو قوي. النهارده يا اخواتي حبيت، كنت قاعده كده يا جماعه ومش لاقي حاجه اعملها بصراحه. والشقة طبعا نظيفة وكل حاجة نظيفة، والمطبخ كمان ما فيهوش مواعين ومعنديش غسيل. فيعني قاعدة فاضية زي أي ست مصرية قاعدة في بيتها. المهم قلت ايه، اني انزل الدولاب بتاع الأطفال كله. طبعا دولاب الأطفال فيه المفارش كلها، والمفارش دي عندي من ساعة ما اتجوزت ما نزلتش حاجة من مكانها. يعني انا باخد مثلا ملاية السرير حاجة ارجعها زي ما كانت. المهم اني قلت هنزله كله وهرصه على مزاجي انا. بس يا بسان، بس يا بسان، جيت هنا بقى نزلت كل الملايات زي ما انتم شايفين، ونزلت كمان اللي اسمها ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، المفارش اللي هي بتبقى الكبيرة دي، اللحاف وكده. فنزلت كله زي ما انتم شايفين والدنيا عندي في الأوضة حرفيا بقت تضرب تقلب. يعني انا مش عارفه انا ليه عملت في نفسي كده، انا كنت قاعده وما كانش ورايا حاجه. المهم يا جماعه ان انا جيت هنا، دي الملايات بتاع السراير الصغيره. بصوا يا جماعه، انتوا زي ما انتم شايفين هي اصلا متعانه في الدولاب، متطبقه وكل حاجه، بس انا بس يعني اللي كان عايز يتعدل عدلته. بس يعني ما عملتش حاجات كتير. يعني الملايه الحمراء دي كانت متعانه، متطبقه كده زي ما انتم شايفين. بس انا دلوقتي بعد ما طبقتها كده ما عجبنيش بصراحه التطبيقه كده، وقلت اطبقها تطبيقه يبقى كلها. عايزه ايه؟ ماشي خلاص. كلها بنفس الايه، يعني بصوا زي ما انتم شايفين هم مش هيبقوا دلوقتي بنفس الطول والعرض، لا انا عملتهم كلهم زي بعض بالظبط. جماعه فراغ بجد والله العظيم. يعني انا ما بحبش ابقى قاعده ساكته، لا انا لازم اقوم اعمل اي حاجه في الشقه عشان احس كده ان انا ايه، مرتاحه. يعني انا كده حسيت ان انا مرتاحه. بس بجد يا جماعه انا فرحت جدا ان انا عملت الدولاب بتاع الاطفال ده، لانه فعلا ما كانش في احسن حاجه يعني، وانا ما كنتش حابه رصته. بس هو يعني ايه زي ما يقولوا كده، يعني في وقتها، يعني جت وقتها انا عملته على طول. هنا بقى كنت لسه زي ما قلت لكم ان انا فكيت الملايات كلها وطبقتها من الاول. بصوا انا هفك تاني الملايه الحمراء دي. انا عملتها مرتين تلاتة، يعني في مره كمان ما اتصورتش اصلا قبل ما اطبقها التطبيقه دي. بس انا كنت بقى عايزه نطبق كل الملايات باسطمبه واحده، يعني ايه يبقى شكلهم حلو كمان في الدولاب. المهم يا جماعه بقى ان انا طبقت الملايات كلها. وجيت هنا علشان احط انا طبعا غيرت مكان الملايات، يعني ما حطيتهاش في المكان اللي انا كنت شايلها منه. زي ما قلت لكم يا جماعه ان انا رصيت الرص على مزاجي انا. آم، بس يا بسام بقى، يا جماعه انا مش عارفه اسجل من بسام زهقاني جدا جدا جدا. المهم المهم ان انا كنت هرصهم تحت هنا، فقلت لا يترصوا فوق احسن، علشان كمان يبقى بعيد عن ايدي. لان زي ما قلت لكم ان السرير الصغيره دي انا مش بغيرها على طول، يعني مش بغير ملايتها على طول، لان احنا مش بنقعد فتره طويله فيها. يعني احنا اصلا مش قاعدين في الاوضه الصغيره دي خالص. فهو حتى المفارش اللي انا فرشاها دي فرشاها من فتره يعني. هي بس انا هشيلها يعني قريب علشان بس اتطربت، يعني هي اتطربت بس، لكن محدش لا بينام عليها ولا اي حاجه. نعم يا بسام. بس يا ماما بقى، هنا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين انا رصيت ملايات السرير كلها. وهنا بقى يا جماعه جبت الحفاظات بتاع الاطفال برضو، وقلت اطبقها احطها جنب الملايات. لان برضو الحفاظات دي طبعا مش بتتفرش برضو كالعاده يعني. احنا يا جماعه جينا في فتره كده وقعدنا في وبيسان صغيره، يعني كانت هي الاوضه دي شتوي قوي. انتوا عارفين بيبقى فيه دايما في الشقه اوضه صيفي اوضه شتوي، فهي الاوضه دي شتوي قوي، ما ينفعش يتعاش فيها في الصيف خالص. قعدنا فيها فتره وبيسان صغيره يعني عشان الدفا وكده. بس لا انا ما حبيتش القعد هنا بصراحه، انا حابه القعد في الاوضه اللي على الشارع اكتر. يعني انا بحب اي اوضه على الشارع مش عارفه ليه. المهم ان احنا سيبنا الاوضه دي بقى ومن ساعتها وما قعدناش فيها خالص. زي ما انتم شايفين كده ان انا رصيت كل الضرفه اللي فوق بحاجات الاطفال. ملايات السرير الكبير انا رصاها في الدولاب الكبير.
الدولاب اللي عندي يعني في الاوضه، علشان برضو ايه انا لو عايزه افرش ولا حاجه ما اروحش الاوضه التانية علشان اجيب ملايه ولا حاجه، لا فانا حطهم بره احسن يعني، ولهم مكان بره كمان. هنا بقى يا جماعه جيت على اللحاف ده، اسمه فايبر باين، فايبر، الفايبر بتاع الاطفال ده. هو كان محطوط برصه كبيره قوي، انتوا عارفين اللي هو كان مبينين، بس يا بسام، مبينين الميكي ماوس واقف يعني ايه، وهو واقف كده، فالرصه كانت كبيره جدا، حتى انتوا شايفينها تحت اهيت. بس يا بسام، بس يا ماما. فانا قلت يا جماعه اصغر اللفه شويه واحطها في الضرفه اللي تحت المنادي. يا جماعه هروح اظبط بلسان واجي، ظبطتها يا جماعه وجيت. المهم بقى ان انا هنا زي ما قلت لكم، جيت اعملها كده لقيتها ان هي طلعت كبيره جدا على الرف يعني. هي كانت عايزه تتصغر اصغر حاجه ممكنه. وكمان يا جماعه انتوا عارفين ان لو كان في حد معايا يعمل قصادي وكده كانت الموضوع هيبقى سهل جدا. ايام طبعا ما كانوا بيفرشوا لي الشقه وكده كانوا كذا حد بيعمل قصاد بعض يعني، فكان الموضوع سهل جدا. فان انتي تعملي كده لوحدك لا مش اسهل حاجه بصراحه يعني. انا دخت جدا وتعبت جدا 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 لغايه ما طبقتهم اصغر حاجه ممكنه. بصوا هي هنا بقى ايه، هي الرصه دي اللفه دي اللي كانت عايزه الرف يعني. فجيت طبعا بقى عملتهم على السرير ده لانه فاضي وايه عشان اعرف كمان الف اللحاف عليه. اللحاف ده بقى كان متطبق فيا دوبك بس ايه تنيته كده تانية ولفيته على طول يعني، ما خدش وقت مني خالص. وزي ما قلت لكم يا جماعه، انتوا عارفين، اي نعم انا تعبت في اليوم ده، ويعني كان ان انا انزل الدولاب كله واعمله حاجه صعبه جدا وزحمت نفسي في الاوضه وكده. بس لا لما بصيت للدولاب بعد ما خلصت، لا الموضوع طلع انه احسن حاجه ان انتوا لو عندكم يعني دولاب مكركب شويه، الشقه مثلا فيها حاجه وانتوا عملتوها، انتوا هتتعبوا شويه وبعدين هتنبسطوا وترتاحوا بعد كده بجد. المهم كان هنا اللي عامل المخدات دي كان حاطط فيها دبابيس، الدبوس دخل في ايدي وبجد طلع دم كتير جدا الحمد لله طبعا. فانا بقى شلت اي دبابيس، شلت اي يعني الربيطه اللي كانوا لافين بيها الحاجات دي، شلت كل الحاجات دي بصراحه، وخليت الحاجه من غير اي حاجه يعني. انتوا فاهميني يا جماعه صح؟ المهم ان انا جيت هنا بقى طبقت المخدات اللي هي اكياس الخداديات دي، واحطهم دلوقتي ورا للحفه. جماعة انتوا عارفين ان انا اكتشفت ان كل حاجات الاطفال عندي اكتريتها يعني هو كلها يعني، في حاجتين تلاتة كده مش هقول لكم لغاية دلوقتي، بس اكتشفت ان كلهم ميكي ماوس يعني. الحافل الاطفال ده، الحافظات بتاع السرير، اكترية الملايات في عندي 4 5 ملايات كلهم ميكي ماوس باختلاف الالوان. بجد انا مش عارفه انا ليه عملت كده، او انا ما كنتش اصلا بشوف ال الاشكال، انا كنت بجيب الالوان اللي بتعجبني بس مش عارفه. هنا بقى المفرش ده بتاع السرير الكبير، طبعا انا مش حاطه مفارش خالص في الاوضه الكبيره عندي في الدولاب الكبير. كل المفارش اللي هي المفارش الكبيره وكده هنا، لكن الملايات هي اللي بره بس، الملايات والحافظات بتاع السرير فهو كله هنا. فالمفرش ده قلت ان هو لو صغرته شويه كده هيجي وسط المفرشين دول. بصراحه انا ما كنتش هحط حاجه وسطهم لاني قلت اكيد مش هيجي حاجه في نصهم يعني. بس لا انا حاولت اني اجيب حاجه في نصهم، لان طبعا الدولاب ما كانش هيكفي اي حاجه من الحاجات اللي عندي دي، لان لسه برضو في حاجات في الجهه التانية وفي حاجات تحت زي ما انتم شايفين اهيت. وفي حاجات طبعا على الارض هي مش باينه اصلا. انا فرحت جدا ان انا عملتها كده وجات. المهم بقى اني هنا جيت علشان اعين سجاجيد الصلاة دي. انا مطلعة سجادتين، كل اوضة فيها سجادة، ودول زيادة عندي فقلت اعينهم برضو. بس يا بسان، فهنا بقى كنت بطبقهم علشان اعينهم، وطبعا دلوقتي برضو هغير مكانهم يعني. انا كنت بحط الحاجة في مكانها وبغير مكانها في ثانية. السجادة دي حلوة قوي يا جماعة يعني، تحسوها كأنها حافظة كده، وهي جاية لمحمد من صاحبه من السعودية يعني، جايه له هدية من السعودية، فهي حلوة قوي. بس انا طبعا مش مطلعاها لان يا جماعه انا يعني انا في عاده ان انا ما بحبش اطلع كله مره واحده، لا انا بحب ايه ان نطلع حاجه نستخدمها شويه
قدمت شويه مثلا، خلاص ما عدناش عايزين نستخدمها، نطلع حاجه غيرها. لكن أنا ما بحبش اطلع كله مره واحده وكله يستهلك مره واحده، ما بحبش كده. مش عارفه حد زيي ولا انا بس اللي كده. المهم اني المفارش اللي فوق دي، اللي في اخر الرف دي، هي كانوا مترتبين كويس وكل حاجه. بس كان في ايه بقى، اللي عايز يتعدل، اللي عايز ينزل ويحط الحاجة جواه يعني، كان حاجته طالعة منه. بس لكن هو يعني كمعدول، هو كان معدول خالص. ثانية يا جماعة. المهم بقى يا جماعة، انا عايزة اقول لكم ان انا مش عارفة امنتج خالص، ولا اسجل صوت وبسان حواليا بجد. مخلياني انتباهي كله معاها هي. المهم بقى ان انا زي ما قلت لكم، انا نقلت اهو سجاجيد الصلاه، طلعتها برضو فوق، كان في مكان فوق، فقلت يعني ايه، علشان لسه عندي حاجات كتير عايزه يتعان. الحفظتين دول بتاع السرير الكبير ما كنتش استخدمتهم لغايه دلوقتي لسه، فطلعتهم بقى بره علشان ايه استخدمهم وكده. آه ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. البطانيه دي بطانيه كبيره يعني، مش اطفال. فبرضه لسه ما استخدمتش لغايه دلوقتي، انا لسه فكها حالا. طبعا هم كانوا وهم بيفرشوا لي يعني، لافين كل حاجه بالشريط اللي هو مش يا جماعه مش عارفه اسمه، شريط ايه. المهم يعني ان هم كانوا لافين كل حاجه بالشريطه دي، فانا فكيت كل حاجه يعني. مش عايزه حاجه مربوطه بصراحه، انا عايزاها متطبقه بس او ملفوفه بس يعني، مش عايزه حاجه مربوطه. دي بقى بتاعت بطانية السرير الصغير. هي في بطانيتين، دي بطانية منهم، التانية حطاها انا لسرير بيسان، يعني ايه ترفع سرير بيسان شوية. انتوا عارفين ان انا عاملة السرير اللي بيسان عندي في الأوضة، فانا حطيت دي هنا. وهنا برضو الملايات بتاع السرير الكبير. دي الملايات يا جماعة اللي انا لسه ما استخدمتهاش لغاية دلوقتي يعني. انا في شوية منهم، في شوية استخدمتهم اللي هم عندي في الأوضة الكبيرة، ودول اللي لسه ما استخدمتهمش حطاهم هنا. بس يا جماعة، فعندت كل حاجة كده زي ما كانت. بصوا، كل ما كنت اروح في حتة بيسان كانت بتقفلي الدولاب. طبعا كل ما اجي اروق حاجة في الشقة لازم بيسان تبقى موجودة معايا. ماشي يا بيسان، ماشي. ده اللي هي الخداديات وبتاع المخدات يعني، بتاع اللحاف اللي انا عينته. فدول طبعا ما كنتش لاقي لهم مكان خالص، فعينتهم جنب الملايات بتاع السرير تحت خالص كده. يا جماعة، رحت نيمت بيسان وجيت علشان اعرف اكمل معاكم. هنا بقى الطقم اللي انا بطبقه دلوقتي ده، المخدات بتاع سراير الاطفال. انا طبعا واخداها كلها، عامله بيها تكمله السرير اللي بيسان يعني في اوضتي. فمش بحط يعني مخدات خالص في اوضه الاطفال. فعشان كده بقى لفيت كده اللي بتاع دول وعينتهم، علشان لما اشيل المفارش من على السرير يعني لما اشيلهم اغسلهم وكده، هرجعهم تاني فيهم واعينهم برضو في مكان انا عارفه يعني انا ايه يا جماعه، عينت لهم مكان في الدولاب علشان اعرف اعينهم فيها بعد كده. المهم بقى اني جيت هنا، شلت برضو اللي هم كانوا تحت الشماعات دول، تحت الشماعة الكبيرة. كان المفرش ده وبطانية، بطانية كبيرة برضو. طبعا انا عندي 3 بطاطين، عينة 2 وبستخدم واحدة. هنا بقى كنت هطبق المفرش ده، مفرش الفايبر الكبير. لقيت بسان مش عارفة بتلعب بالتليفون، تليفون جيب بقها باين، عمل مش عارفة عمل ايه في سنة يعني. قعدت تعيط جامد قوي. طبعا ما سكتتش الا لما قعدت اراضيها شوية واجيب لها الفيديو على التليفون. مش عارفه اصلا يا جماعه هي كانت قاعده في الدولاب ليه. هي اصلا بتحب قعده الدولاب جدا، حتى في الدولاب الكبير بتفتح دايما الدولاب وتقعد جواه. هي اتعلمت الحركه دي اصلا من ابن خالتها، ابن خالتها بيعمل كده لما بتروح عندهم يعني، بيعمل كده فهي بتعمل زيه. هي منهم من سن بعض بيحبوا يقلدوا بعض جدا جدا. المهم بقى هنا كبسان خلاص سكتت يعني بالتليفون وكده. فقلت اطبق المفرش. عايزه اقول لكم يا جماعه ان حرفيا حرفيا المفارش دي لازم تتطبق وحد معاكي عشان يعرف انت تمسكي من الجهه دي وهو يمسك من الجهه التانية كده. لا، هو مش احسن حاجه انتوا تعملوها لوحدكم. جيت هنا برضو طلعت جواكت محمد. هو كانوا محطوطين في الشماعه دي، بس الشماعه دي يا جماعه صغيره قوي وتحسوا ان هي مزنوقه كده، والجواكت كتير يعني. هما كانوا متزنقين في قلب بعض. فمحمد كان دايما يقعد يقول لي انتي خدتي
الدولاب كله على الدولاب التاني اللي هو الكبير، وسايبالي الحته الصغيره دي عشان اعلق فيها جواكتي، والجواكت مكتومه، هو بيقول الجواكت هو عايز الجواكت ايه تبقى ببراح كده يعني. المهم اني فضيت الشماعه دي وحطيت فيها الفايبر ده، وحطيت كمان فيها البطانيه. عايزه اقول لكم ان البطانيه دي لسه بالتيكت بتاعها، يعني التيكت بتاعها موجود في البطانيه، ما استخدمتش خالص. وعلى فكره يا جماعه هي لونها حلو جدا، يعني يبان كده ان هو لونها مش، لا هو لونها حلو جدا، بس انا مطلعه البطانيه اللي لونها بني. المهم بقى ان انا فضيت الشماعه دي لمحمد، علشان يا جماعه الجواكت ما تبقاش مزنوقه. يا محمد الجواكت مش تبقى مزنوقه، هي وهتبقى براح كده. عايزه اقول لكم ان محمد بيحب جواكته يكاد يكون اكتر مني انا وبسام، بيحب لبسه وجواكته جدا ولا الكوتشيات بقى يا جماعه. محمد بيحب الجواكت، اللبس عموما والكوتشيات جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه هو بيحافظ على الحاجه جدا وبيحب الجواكت يعني محمد مدمن لبس بصراحه. المهم بقى ان انا رحت كمان جبت القمصان بتاعته من الدولاب. هي فعلا كانت زنقلي انا لبسي بقى، يعني لبسي ما كانش واخد راحته كده بصراحه في الشماعه، فجبت حاجته كمان اللي هي القمصان حاططها هنا. ولو كان في مكان لهدومه بقى اللي هي الترنجات وكده كنت جبتهم هنا، بس للاسف مفيش مكان، فهسيبهم معايا بقى في الدولاب وخلاص. المهم يا جماعه ان بصوا منظر الدولاب بقى حلو ازاي، والله انا حاسه ان هو كده بقى منظره احلى بكتير من المكان الاول، يعني كان الاول منعكش كده وما كانش احسن حاجه. وطبعا حطيت تحت جواكت محمد دي الحافظات، كانت عندي حطها برضو هنا، حافظات يعني للارض وكده، لان هم فعلا ما عادش لهم مكان خالص بقى غير هنا. قولوا يا جماعه برضو ايه رايكم في ترويق الدولاب، وعرفت اروقه ولا لا. ودي طبعا الملايات اللي هي زياده عندي بتاع السرير الكبير لسه ما استخدمتهاش خالص. هنا يا جماعه التصوير كان بيتهز لان بيسان ما كانتش سايباني خالص خالص. اهو دي بقى المخدات اللي قلت لكم عليها بتاع المفرش اللي مفروش للاطفال، ولما اغسل المفرش هعينه هنا باذن الله. بصوا انا بيسان كانت هتوقع لي الرص اللي انا عملته كله كله، بس الحمد لله قدرت انقذ الموقف. بصوا يا جماعه المفروض كنت اخلص الدولاب واطلع على طول. بصوا انا عملت لي ايه لغايه ما روقت. بصوا طلعت الكوتشيات بتاعها والشباشب كلها على الارض، وبهدلت الاوضه خالص. انا زي ما قلت لكم كان المفروض اخلص واطلع، الاوضه اصلا كانت نظيفه، ورمت تليفون محمد على الارض. محمد لو كان صاحي كان عمل معاها مش عارف، مش عايزه اقول لكم. المهم يا جماعه ان انا شلت كل اللي كان على الارض وروقت الاوضه كلها. هي طبعا ما كانش فيها اي حاجه غير ان هي كانت عايزه بس الحاجات اللي بيسن عملتها على الارض دي تتشال. كان في الكرسي اللي انا كنت بقف عليه، كانت الاوضه عايزه تتعمل بالمكنسه، عملتها. وعايزه اقول لكم ان انا عملتها وصورتها في الفيديو، بس مش عارفه الحته يعني بتاع المكنسه دي راحت فين. بس انا كنست الاوضه كلها بالمكنسه. آه، يعني ايه رتبت الاوضه زي ما كانت بس، وطلعت خلاص. هي يعني انا ده اللي عملته، وعدلت برضو الدباديب دي لان بسان بوظتها. انا عايزاكم بس يا جماعه تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ايه رايكم في ترويق الدولاب، يعني يا ترى قدرت اروقه زي ما كان احسن مكان ولا لا.